وكيظهر لي دابا هذا الحزب واخا عنده غير 13 في البرلمان، معروفين فيه شحال ديال الناس. معروف فيه السي رئيس الازامي، معروف فيه السي عبد الله بوانو، معروف فيه السي العلي حميد الدين، معروفين فيه اخوان اخرين كتار سابقين ولاحقين. وكنشوف باللي الاحزاب الاخرى يلا انا كنعرف شي جوج ولا ثلاثه، فهمتيني ولا لا؟ وهذا جو تروف سي بيزار، مع انهم يعني يتصدرون المشهد السياسي من حيث العدد ديال النواب البرلمانيين. وتنقول مع راستي شنو هو اللي مطلوب منا، بمعنى اخر الاخرين شنو بغاو منا، او هاد الجهات اللي كتكلم في التلفزيونات والاذاعات، فهمتيني ولا؟ وعندها جنود مجنده لا نعرف لها منطق، لانه في الدنيا كلها هي كاين الصحفيين، ولكن كاين اولا وقبل كل شيء الاحزاب السياسيه كتكلم على راسها. فحنايا ملي تيجيو عندنا الصحفيين تيجيو تيقولوا لنا السي بن كيران، السي بوانو، السي ادريس، السي الى اخره، تيقول لك اجيو عندنا، راه الاخرين ما تيبغيوش يجيو. قال كنعيطوا على التجمع الوطني الحر ما تيبغيوش يجيو، ما تيصيفطوا حتى واحد. وكم من مره الغي برنامج حنا قررنا نشاركوا فيه لانه واحد من الاخوان ديالنا شارك فيه، الاخرين ما تيبغيوش يجيو كاع نهائيا. فشنو هو هاد الاحزاب السياسيه اللي ما قادراش تتكلم على راسها واللي كتصيفط لنا واحد الجيش اخر، فهمتيني ولا لا؟ انا كنعتبرهم الصحفيين المرتزقه، واللي كل ساعه واحد السيد دار لهم واحد التدوينه قال لهم واش كاين غير بن كيران؟ ياك انا كانت رئيس الحكومه ضربتيو فيا تشبعتيو مبارك مسعود، ما بقيتش رئيس الحكومه، ما بقيتش رئيس الحزب، ومع ذلك ما هنيتونيش. دابا عاوتاني راجعين ليا بن كيران، يا كان عندي غير 13. شنو هو اللي مخوفكم؟ قولوا لنا شنو هو اللي مخوفكم، فهمتيني ولا لا؟ انا عندي غير 13 وغير كنتكلم، ما عملت حتى شي حاجه اخرى. فهذا هذا مشكل كبير. ولكن باغي نقول لهاد الناس اللي كيتكلموا بلا ما نسميهم، بلا ما نعتهم بشي نعوت، لان رانا كيجيوني شي افكار ولا شي اسماء يعني فظيعه. ولكن هذا النهار غنقول لكم غنحاول نبقى بعقلي، فهمتيني ولا لا؟ غدير عقلي، فهمتيني ولا لا؟ يعني تنقول لهاد الناس او لهادوك اللي مصيفطينهم، قولوا لنا شنو بغيتيو من العداله والتنميه، نتفاسروا. كنا في البدايات جات 97 جبنا 9 ديال البرلمانيين، طلعنا ل 42، طلعنا ل 46، طلعنا ل 107، سيرنا الحكومه الحمد لله بنجاح شهد به العالم وشهد به الشعب وصوت عليه الى اخره. دزنا من 107 ل 125. قلتي عبد الله بن كيران ما يبقاش، حيدناه، فهمتيني ولا لا؟ جبنا السي العثماني، وصلت القضيه للمراحل اللي شفتيو في 2021. دابا عاود ثاني جبنا 13. ما غاديش نكونوا الحكومه، حنا في المعارضه. شنو هو الدور ديال المعارضه؟ واش تطبل لي الحكومه؟ واحد النهار الا كتعقلوا سيدنا الله يرحمه الحسن الثاني استدعى الاحرار لعندو الافران، وكان تيوجدهم بان غتجي حكومه ما فيهاش هما. قال لهم انتم دابا خصكم ديروا الدور ديال المعارضه. ولكن ما عرفت واش كاين شي واحد عاقل على هذا الشيء ولا بوحدي اللي شارف اللي عقل هذا الشيء. وقال لهم لانه المعارضه الدور ديالها اساسي فيما اذكر. المعارضه هي واحد العنصر تيكشف الاختلالات